الولد ده عنده 10 سنين اخترع آلة حركة دائمة ممكن تفضل شغالة ل 400 سنة، وخد جايزة بيرد العالمية للعلوم. كمان اتعزم على مؤسسة سميثسونيان عشان يستلم الجايزة ويلقي كلمة. بس لما وصل لوحده بعد ما قطع آلاف الكيلومترات، العميدة ما صدقتش إن ولد عنده 10 سنين يقدر يخترع حاجة معقدة بالشكل ده. لحد ما سبايفي شرح اختراعه بمصطلحات علمية، العميدة ما كانتش مصدقه خالص، وساعتها جريت وخلته يعمل اختبار للدماغ. النتيجة أثبتت إنه عنده ذكاء خارق، وأكدت إنه طفل عبقري. ومن هنا بدأت في دماغها فكرة الفلوس، وبدأت تلمع حكاية إن الولد عنده 10 سنين وكسب الجايزة. في حفل توزيع الجوائز حضر ناس كتير من المشاهير والطبقة الراقية. مؤسسة سميثسونيان رجعت للأضواء تاني. سبايفي طلع المنصة وشكر كل الناس اللي حضروا، واعترف بصراحة إن اختراعه مش كامل، وإن آلة الحركة المغناطيسية هتختفي بعد 400 سنة، يعني مش حركة دائمة حقيقية. وقال البشرية لسه قدامها مشوار طويل عشان توصل لاختراع آلة حركة دائمة حقيقية. بس بعدها قال حاجة أهم: أخويا توفى السنة دي. الناس كلها ما فهمتش هو ليه قال كده، بس دي كانت الحقيقة اللي عايز يطلعها. سبايفي من وهو صغير بيحب الاختراع، لكن أخوه الصغير كان واخد من أبوهم طبع رعاة البقر، واللي عشان يلعب معاه فكر يعمل جهاز يسجل صوت البندقية، لكن فجأة البندقية علقت، وده اللي تسبب في وفاة أخوه بالصدفة. من ساعتها وهو عايش في حزن، وأهله ما كانوش عايزين يجيبوا سيرة الموضوع، وكأن الكل سايبها كده إن سبايفي هو اللي عمل كده. هو قال الكلام ده عشان أهله يعرفوا الحقيقة ويسامحوه. كل اللي كانوا موجودين اتأثروا باللي حصل، وقال أنا عايزكم تعرفوا إني فخور بالجائزة دي، وهعمل كل اللي أقدر عليه عشان أكون عند ثقتكم وأخدم العلم. شكرا.